أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشوان هجان برنامج كنودا دي سال پیشبری ونه برنامج ما لسر أدب وأخلاق إسلامية دوی مجاره دجی ام سر آداب جامعه وقتا مرف که هر جامعه هر مزگفته مروی بشکلی هر مزگفته ديك جوي أبيك آداب جامعية الدعاء عند دخول المسجد وقتا مرف شو جامعية مزقفتي مرف دعاء بك وعند الخروج منه وقتا مرف جي دار كفجي مرف دعاء بك فيستحب للداخل أن يدخل برجله اليمنى إيكو وقتا لنجيخو آفيتا جامعية مزقفتي باللنجي راستي بافي جيب كفا جامعية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم طيرجي صلوات السر پیغمبر بدا ثم يقول بيروي وهابيجا اللهم افتح لي أبواب رحمتك يا ربي تدري رحمة أخوة لمن فكي تدري رحمة أخوة المفاكي وإذا خرج يخرج برجل اليسرى وقتا مرفج جامية دركات مرفي لنجي تشبي بافجا دركفا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بشرى مروي الصلوات لسر پیغمبر بدا ثم يقول بشرى وهابيجا اللهم اني اسألك من فضلك يا ربي تفضل سؤال فضلا تتكيم تفضلا خو بدي من يعني تفضلا خو دائمي بمرا معاملة بكي يستحب أداء تحية المسجد عند الدخول ولا معرف كتا مزقفتي دا معرف مازم دركعتي تحية المسجد بكا لقوله صلى الله عليه وسلم شن رسول الله وهاقوتي إذا دخل أحدكم المسجد وقت يكجو كتا مزقفتي فليركع ركعتين براد ركعة الميج بكا قبل أن يجلس بل يرون النهي عن البيع والشراء نهياج بيع الشراء وإنشاد الضالة في المسجد جامعية وقت مرف شو جامعية مرف كرين وفروتين نكا ومرف ناوا جامعية دا الحيوان خوشي نقر يعني مرف إنسان درو دوري خو نبرسا ما حيوانا منضابية ما تديتيا فلان باتشتي ولو وقت مرف دركش جامعية دركت دو وی چاخی مرفاتشتا هنگی بحث بکه يعني جامع جي ذكر عبادته لازم مرف ذكر عبادته خده مشغول به إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد وقتا وديت هناك إنسان جامع دا كرين وفروتنيت كين فقول جوار بيجن لا أربح الله تجارتك خده تعالى تجارتها بركة نخيه دا يعني كارج تجارتها نوى وإذا رأيت من ينشد فيه ضالة يكي كل حيوان أخوة بقرة جامية دا ويكي وصاديد فقولوا جير بيجن لا رد الله عليك ضالتك خذي حيوانات تلتنفى قرينا لو رات تشتي جامية دا تشتي وصا نباشي لازم مرف فرصتي ندى إنسانكو جامية جي عبادتي خذي بكنا جي بازارة تجارتي بازاراكو مسا سوكا يعني كرين وفروتني النهي عن حضور المسجد مرف نهي بكجهاتنا جاميج حاضرنا الجامع لمن أكل ثوما أو بصلا أو لمن له رائحة كريهة إيكو ياسير خواربا يا بيفاس خواربا يا جي خوارنا ككو بيناوي نخوش خواربا برا مرف بيجا نونا جامعي يعني والحاصلي يعني قياكي بيناوي نخوشا أو كبرا يعني برا نزيكي جامعية ما نبي يعني إيكو سير خوار يا بيفاس خوار برا نزي جامعية ما نبي فإن الملائكة تشنكو ملائكات تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم تشتيكو إنسان جي أزيت بينين ملائكة جي أزيت بينين يعني بينا نخوش چاو وقتا كوش جيكي ورا بنا نخوش چاوا انسان جي ازيت بينن ملائكت جيش بنا نخوش ازيت بينن چاوا انسان جي بنا خوش فايدة بينن خوشاواتي بنا خوش الخوشا ملائكت جيتي ويلحق بذلك الدخان والروائح الكريهة مثلا يعني دو بنا يعني بالخاصة كو جغاري دكشينين بنا دوي جغاري
و ايكو تشتيكو بيناوا نخوش با تشد با براب با مرف بوان و نوى جامية التي تنبعث من الجسد أو الملابس يا بجلي مرف با ياخذ جي بدنا مرف با بالخاصة هناك إنسان جغالي دكشين حقيقة زيادة دكشين إنسان كتين جامية هذيك جغالي ناقشين زيادة جوان أزيت بينن جبوه يعني أوجي وكج حتى بينا جغالي جوا إنساني كو جغالي ناقشين رج بينا سيرو بيوازي زيادة تر يعني أزيت الدوان. النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان مرف بشتيكو أذان هاتا خوندني نهي هات يكرين مرف جامية دركبه لقول صلى الله عليه وسلم شو رسول الله قلت إذا أذن المؤذن وقتاكم مؤذن أذان دا فلا يخرج أحد حتى يصلي إيكو جامية دبراش جامية در نكبه حتى كل ميجنك. عدم المرور بين يدي المصلي مرف ده بيشيا إنساني كل ميشت كده مرد بيشيوان ضرباس نبه. واستحباب أن يأخذ المصلي سترة له إيه مصلي سنتكو ستركي دينا بيشياخوه يعني تشتكي دينا بيشياخوش بوكو إنسان دناف وي وستراوي را ضرباس نبن لو را مرد تشكينا دينا طبعا إنسان مجبور ضرباس ببن ويشاخي مسؤولية كبست وين مرد ده جبروي يا مرف نيزي ديوار لميشكه يعني مرف شو جامية جي ياخذ المال جي بيال جي كيبا مرف نيزي ديوار لميشكه يعني نيجي ستون هبه مرف نيزي ستون الميشكه وياخذ مرف تشتكي بالي وكي تشكي دينه بيشاخو ياخذ مرف سجاده راخه يعني بشكل كي مرف تشكي دينه بيشاخو لقول صلى الله عليه وسلم رسول الله قوتيا لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أبي كنت بيشيا إنساني كل ميشت كنا ضربات دبن زانبن تشقى قناه للسرواتين فيسانن تشقى مسؤولية هي لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه أجل تشل مثلا هناك عالمة قوتية تشل روجين قوتية تشل صالي كو بسكنة وحتى قبل ميجاق وتمام ك وياخد تشل ساعتي وياخد أرتق تشل دقائق أرتق قوتية تشل دفر ده يعني نا معلومات شيء يعني كو يعني بسكنة بهندكاي تشل دقائق بسكنة تشتركو قبل بيشيه مثل ضرباس ببا بو مرف لبيشيا انسانا يختار ميشكن تجا مرف دنافوان وقيبلي ده ضرباس نبا وقتا ستركي داني بن بيشيا خوش خو باشا وقتا كو سترة نداني بن بيشيا خو جي او جي يعني مسؤولية دستوي واضحة لديسا مرف دقات كمرف ضرباس نبا. عدم اتخاذ المساجد الطرق مرف جامعة اشخور نكا الري ومرف يعني وككو يعني الرياء عمومية لدي جامعين هنا دي دريوان جبر ويناكي مرف دفي دريدا نكي في دريدير ضرباس نبا مرف وقتا كوش بول ميجيبا مرف هريا نجبول ميجيبا مرف در في جامعة دهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله لا تتخذ المساجد الطرقا جامعة اشخور نكنا الري إلا لذكر أو صلاة وشون الجامع يعجبه ذكر خدي هر يعجبه الميجي هر. عدم رفع الصوت في المسجد مرد الجامع دنجي قبلنك والتشويش على المصلين مرد نبى سببك إنسان ميجا خشاشكن ويدخل في التشويش على المصلين ترك الهاتف الجوال مفتوحا أثناء الصلاة جبو في خصوصي وقتا مرد كتا جامع دا مرد داري تلفون أخو دنجيوي بقرأ يا نا مرد كبا ناف لميجي ده ودنجي تلفون عليه كبا انسان بس بيكو لميجا خو شاشتكن يجي انسان يعني حضور واخراد به. ألا تتطيب المرأة أو تتزين عند خروجها للمسجد يا إنسان بيرك بن برا خو درماني بين خوش لخو نخن ياخد خو يعني نعدلين خو خشك نكن وقتاكو وقتات چنه جامعه ياخد جامعه درد كبن چيه وقتاكو تدي جمالي درد كبن جبوكو هرن جامعه يعني وقتا انسا بيرك جمالي درد كبن جبو جاي تدي چونه جامعه بيرك ارا يعني نممنوعه
يعني چونا جامعيش بيرا كرانا ممنوعة يا باش أوا كن لمالا خوال ميشكن لبليكو هنا جامعيش جايزة لبلي دوی درماني بين خوش لخوا نخن خوا نعدلين وقتا كشونا جامعي لقوله صلى الله عليه وسلم رسول الله قلت إذا شهدت إحداكن المسجد وقتا أي بيركنو وقتا يك جوا شاهدي الميجي بالجامعي فلا تمس طيبا بلا درماني بين خوش لخوا نخن ألا يمكث الجنب والحائض والنفساء في المسجد د جامعي ده إنساني بجنوبه برا الجامعية نسكنه إنساني حيضاده برا الجامعية نسكنه إنساني نفاس برا الجامعية نسكنه يعني بيرك وقتات حيضاده بد نفاسي ده بيا إنسان وقتات بجنوبه بچزلا مچ بيرك برا الجامعية نسكنه چونكو سكنه جامعية جيرا حرامه لقولي صلى الله عليه وسلم لقولي تعالى چونكو خود تعالى قوتيه ولا جنوبا إلا عابري سبيل قوتيه بجنوبه انسان جامعي ده نسكن آن جاكو بريبواري تيرا درباس به أبيا جائزة حتى تغتسلوا حتى كو نشو عين إدي أف نفاس أوجي الفيهاتية قياس كرني وعن عائشة جديام عائشة تروت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله جير قوتيه ناوليني خمرة من المسجد وتيا أو كد يعني جمالي سجادي يعني دريدة دريج دستي مبكى نوى نوى جامية قالت إني حائط دبي قوتية يعني قوتية أو كي بدا من يعني سجادي بدا من دبي ديما عايشة قوتية أتحيدا دمه فقال إن حيضتك ليست في يدك قوتي حيضتها ندستيتا ديا يعني دستيتا نبخوينا تكاري دستي خدريجينا و جامعي بكي وبديمن يعني بوي شكل هانيكي يعني ديمكي إنسان وقتا بحيضا ببيرك چونا واني نوا جامعي نجايزة وقتا بحيضا بنجايزة يعني فاسا جيل حيضي هاتية قياس كرنين آداب تلاوة القرآن أدب تلاوة القرآن خنا قرآن أن يكون قارئ القرآن على وضوء أدب خنا قرآن أو كمرف إيكو دخينة بدسميج بخينة نظيف الثوب والبدن جلبي باقش بين بدناوي وجوداي باقش به والمكان وجي كل قرآن دخينة جي جائز به مستاقن سواكا خوش دوي خده بده أن يختار المكان الهادئ والزمن المناسب خنا قرآن مرفد جيكي كولو ساكن با زيادة دنگو قربالغ ليتنا با ود زمان مناسب ده مرف قرآن بخينه يعني مثلا صوت قرآن بخينه وإنسان رازاي بالدرو دوريته أو يانا جيكي ساكن جيكو إنسان لير حسز نبن جي زمان مناسب كو مرف خوندنا خوا تمام بك وقت نمناسب با وإنسان هنور مناهل مرف خدنا خو تمام كه فذلك أدعى إلى اجتماع همته وصفاء قلبي شنكو أفدها وقتات زماني وصاد بدها ويا هشي مرف جفان ديبا وقلبي مرف خطر دنيوي فلان للسري تنبن أن يبدأ التلاوة بالاستعاذة من الشيطان الرجيم وقتا مرف دس بقرآن بك مرف يشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بسم الله في أول كل سورة عدا سورة التوبة سري هر سورة إذا مر بسم الله الرحمن الرحيم بيجا غير سورة التوبة لقوله تعالى شن قوتات قرآن بيان كده فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اختات قرآن قوان ببيجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن يراعي أحكام التجويد رعاية أحكام التجويد بك دو وقتا قرآن تخوينه وإخراج الحروف من مخارج حرفاج مخرج وان درخه وترتيل القرآن وقران قرآن بخوينه لقوله تعالى شن قوات قرآن ورتل القرآن ترتيلا وقتا وقرآن خوان عجلة نكن قران بخوينه أحكام تجويد تدبين نجي حرفاج مخرج وان درخين يستحب مد القراءة وتحسين الصوت بالقراءة
مستحبة كمرو ولو دو قرآن وقت مرف تخوينة جيه مذهب مروا مدى دريشكا جيه دريش كرني بن مرف دريشكا ومرف دنگي خوا ولو دخلنا قرآن ده حتى إمكانه مرف بكي مرف خوش بك. فقد سئل أنس رضي الله عنه حضرت أنس هاتي رواية كرن رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم خلنا يعني رسول الله شوا قرآن تخوان فقال كانت مدا رسول الله وقت قرآن تخوان جيه دريش كرني دبونا دريش كير ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بمد بسم الله يمد بالله يعني كلمة الله دريشت كير ويمد بالرحمن كلمة الرحمن دريشت كير ويمد بالرحيم كلمة الرحيم دريشت كير بشكل يعني بسم الله الرحمن الرحيم وها هرجي دريش كير ندولو دريشت كير. وقال صلى الله عليه وسلم رسول الله قلت زينوا أصواتكم بالقرآن دنگي خو بقرآن خوش بكين يعني وقتا بقرآن خوان حتى إمكان بولو خوش بخين كل خوشا إنسان أهله. أن يكون مدبرا لمعاني القرآن وقتا مرف قرآن خوان مرف معناوي تفكر بك نكو هشي مرف جيك ديبا متفاعلا مع آياته مرف قوري آياته قرآن معاملة بك سائلا الله الجنة حين ورودها مرف وقتاكو تدي وقتا بحسا جنتي ورا مرف شخوتي جنتي بخوازه مستعيذا به مرف أعوذ بيجا من النار حين ذكري وقتا بحسا آقر ورا مرف بيجا أعوذ بالله من يعني مرف بيار بتحفظه مش آقري جهنم يبكي. قال تعالى أخوة تعالى قلت يا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. أف قرآن كتابك خود تعالى نازلي سرتك كريا يعني خودت بما نازلي سرتك كريا مبارك اف كتاب جبو آياتي وانا تفكر كرين وجبوناكو قلب إنسانا وليتذكر أولو الألباب خودي عقلا خودي قلبا جبوكو خودي يعني بكبابيراوا. وفي حديث حذيفة حديث حذيفة هاتي الروايات كني قال قلت إذا مر بآية فيها تسبيح سبح اختد بر آياتها تسبيح درباس بس سبحان الله بجاء. وإذا مر بسؤال سأل وقتاك تشتكي خوش هبه مرش خودي بخوازه. وإذا مر بتعوذ تعوذ وقتا جيكيكو دفي مرف حفظا خو بك مرف الوير حفظا خو بك بخودي جوي تشتي. أن يحسن الاستماع إليه والانصات عند استماعه وقتا جيكي قرآن هات لخوندن مرف قوي خو بدي يدد ناف ده خبر ندا ومرف سكوت بك لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له چون خودي قلت وقتا قرآن خاط خوندن الجيكي قوي خو بدنا قرآني وأنصتوا وسكوت بكين لعلكم ترحمون ومتهيك خودي برحمة خب ورا معمل بك. أن يتعاهد القرآن ويواظب على تلاوته ومدارسته. قرآن يشخور بك عادات دائم يشخور بخوازه ومثلا بلا وردك ويهبه ولو بنظام وانتظام وماني قرآن يشخوراني بخوينه ودنافخو هناك إنسان دجي درساوي بيجا يا درسي يشخور بخوينه. وذلك حتى لا ينسوش بكو جبيرنك لقوله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن قلت يا قرآن جبير نكن دقات بكن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا أي تفلتا من الإبل في عقلها. دفا شوكو ممكن أخوش بني خوا فكا ويا بني خوا بقتنا وهرا إيكو قرآن جد خوينين وقتاكو دقات نكن قرآن دائمي نخوينين قرآن جبيراوات تشتيج بركنا زوكا جبيرتكن. ألا يمس المصحف إلا طاهرون إنسانيكم مصحف بخوينة دفي بدسميج بخوينة لقوله تعالى لا يمس إلا المطهرون قلت يبرا دستيخو ندنا قرآن إيه بدسميج بن إيه نطهر بن ياب جنوب بن يا بيركب حيزاب. يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن بدون مس المصحف. بيركب حيزة بيركب نفاسة بالخاصة فاني كل جامعة يا المال القرآن قرصية درسيد بيجين أفاني هانيكي وقتا كو بيكو دستيخو بدنا قرآني مثلا بخوينن جبوكو جبير نكين ويا خوتا جبوكو أفزاروكي كوتين باباوا بي درس نمينين
يعني نبوي شكلي با قلنا قرآنيش بذكر بحيز نجايزة. وهذا في أصح قولي العلماء أو كده چند قولي علماء هنا كاغوتية جبو درسي وان جائزة، هنا كاغوتية جبو درسي جبنا جائزة. أما إمام مالك وان هناك علماء قوتنا جبو درسي بجاي جائزة. إمام شافعي وان مطلقة جائز نديتنا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع ذلك. أنه العلماء قوتنا جاي قوتنكو لباوان علماء كد بيجن جائزة، وكما إمام مالك چونكو دبي منعاوي ده حديثك الصحيح تنيا، يعني قناعته وصحيح. يستحب الجهر بالقرآن، مستحب كو قرآن إنسان دنجي خو بي بلندك ما لم يترتب عليه مفسدة. أجد تشتكي زرا نجي هناك فتنك بيتشي نبا من رياء ونحو يا نبا سبيل رياء يا تشتكي كو بسبب جنهكي أو إشغال لمن حوله من المصلين والتالين. يجي مرف إنساني كل ما يجبك الورهاب يا هنا كيدي قرآن بكوين وقتا مرف دنجي خو بربلندك بسبب المجا خوشاش كن يا أبي خوندنا خوشاش كن ويشاقي مرفش خورا بالدزي يا معتدل بخينا. من السنة الإمساك عن القراءة عند غلبة النعاس. جو السنة هي كو مرف قرآن مسألة مرف نخوينا وقتا خوا مرف ورا، يعني وقتا خوا مرف زيدا ورا مرف دفج خوندني باردة لو را مرف بهش قضا بخينا تبكو مرف شاش بخينا. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل وقتهم بالشفرابون لميجي فاستعجم القرآن على لسان القرآن جوار جران وراكو جبركو خواوتي فلم يدري ما يقول نزان بتشد بيجا فليضطجع براخو دريشك انكي استراحت بكا خواخو بشكينه هين ورابش خورا الميشك وقرآن بخينه. آداب الدعاء، أدب دعاء هي حمد الله والثناء عليه، مرف حمد خدي بكا مرف مدحي خدي تعالى ثناء على سر خدي تعالى بكا، ثم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرف صلوات على سر بيغمبر بدا قبل الدعاء بريا دعاء مرف طيرة دس بدعاء بكا. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا برسول الله زلامك بيس يدعو في صلاة المجا خد دعاء كل فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حمدي خدي نكر صلوات سر بيغمبر ندا. فقال له عجلت أيها المصلي بيغمبر مجركو أي كل ما يشتكى تعجل كر إذا صليت فقعدت وقتات المشكلو ترونشتي فاحمد الله بما هو أهل حمدي خديبك وصلى عليه ثم ادعوه. يعني وقتات دعاء كرن دفرد غاية يعني نلمي جاءوك غاية في دعاء وقتات دعاء كر عول حمدي خديبك بشتر الصلوات السر بيغمبر بدا بشتر جي دعاء كتب خازي بك. الإقرار بالذنب والاعتراف بالتقصير والتضرع والخشوع والرغبة والرهبة على حال الدعاء. وقت مرف دعاء مرف اعتراف بك بجنهي خو إقرار بك اعتراف بك بكي ماسيه خو مرف زاري بخدي بك مرفش خدي بترسا مرف برا طمي مرف دعفوا خدي دهبه مرفش عذابي خدي بترسا. لقوله تعالى شنو خو ترى قلت إنكم كانوا يسارعون في الخيرات وندعي شيء خيرات ونفر عجلت كين ويدعوننا رغبا ورهبا وندعا جمتكن ولو رغبتا ويعني طمي واد دانا مدى هي رحمتا مدى هي ونج عذابي ما ترسل وكانوا لنا خاشعين ون بخشوع جمرة يعني فيها ما تحكي ليه. يجي الوضوء واستقبال قبلتي مرفد اسميش بقري بريخ وابدا قبلي ورفع الايدي عند الدعاء وقت مرفد دعاك مرفد استيخو بلند بك دستيخو بلندك ولو دستيخو بكا ومبري برا مرفد اسميش بري من القبلي با. ففي حديث أبي موسى الأشعري حديث أبو موسى الأشعري لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ظالبه من حنين حنينه فدعا بماء فتوضأ دس يعني هناك آبي بين دس ميشجر ثم رفع يديه بشد دستيخو بلندكر ورأيت بياض إبطيه من سبيتايا بن تشنجي في بلاد دي تنجي دستيخو بلندكر بو. الإلحاح في الدعاء والعزم في المسألة الدعاء ده مرف إلحاح بك ومرف عزم بك السؤال ده. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله وقت ودعاش خديكر فاعزموا في الدعاء عزم لي بيجند الدعاء ده بيا ربي فلان تشتي بديمن ولا يقول لنا أحدكم إن شئت فاعطيني مرف نبي إن شاء الله يا ربي تبخازي بدمن
مرب يا ربي فلان تشتي بدا من مرب نبيجي يا ربي كتب خوازي بدا من فإن الله لا مستكره لچنك كسيك حاشا زوري الخديب كتنية. وفي رواية كده هي ولكن ليعزم المسألة وليعزم الرغبة بلاد مسألة خستني ضد رغبته ده عزم لي بقرار لي با فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه چونك خدي تعالى تشتكيكو يعني تجي بخوازي وجير زور بدانا ويشترى أو يتشكي وساتني خد تجيب خوازي خدي تكارب دته. تجنب الدعاء على النفس والأولاد والمال تجنب يعني خوش دعاء يعني وقتا يعني بالدعاء نكل سر نفسه خواه لسر أولادي خواه لسر مالي خواه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم الخواه نفرا نكين ولا تدعوا على أولادكم الأولاد خواه نفرا نكين ولا تدعوا على أموالكم المال خواه نفرا نكين لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له يعني دبكو موافقته بكن بالساعات كيرا وقتا ونويد شتي بخوازن او دعاوى قبول ببا جبر ويدي قاط بكن نفرا نكن دائمش انسان رد عاب كن بوي شكلي هانيكي لفر برنامج ما قد ياخذ سلامتي يبدا متبع ون امانتي خدي بن وحتى برنامج كنو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.